Hello everyone and welcome to this new video. أهلا بكم متابعي القناة في هذا الفيديو التعليمي الجديد الخاص باللغة الإنجليزية والموجه لتلاميذ السنة الأولى ثانوي بكلا الجدعين، جدع مشترك آداب وجدع مشترك علوم وتكنولوجيا. في الفيديو التالي مش رايحين نشوفوا، رايحين نقوموا بمراجعة دروس الفصل الثاني ونشوفوا دروس وحدة Our Findings Show. Our Findings Show. مراجعتنا اليوم راح تكون عن طريق حل هذا الموضوع اللي راه يظهر امامكم في الشاشه، واللي يتشكل من 4 تطبيقات تخص دروس هذه الوحده. راح نخلي لكم الرابط نتاع هذا الموضوع في صندوق الوصف. اذا بلا ما نطول عليكم نبداو الحل بشكل مباشر، ونذكركم كالعاده بالضغط على زر الاشتراك ومتابعه القناه. and let's begin our video. نبداو بالتطبيق الاول Task 1. Turn to the indirect speech. حول الى الخطاب غير المباشر. هذا التطبيق يخص درس من الدروس المهمة تحت السنة، واللي هو Reported Speech. Reported Speech الخطاب أو الكلام المنقول. راح نمدو لكم جمل فيما يعرف Direct Speech الخطاب المباشر، واللي تكتب بهذه الطريقة اللي راها في الأعلى. الجمل في الخطاب المباشر Direct Speech تعرف باستخدام علامات الاقتباس اللي نسميهم بالإنجليزية Quotation Marks. Quotation Marks. أما كي نحولو من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير مباشر، علامات الاقتباس هادوك يروحو ونستخدمو كلمة that، وهذه القاعدة تشمل الجمل العادية. حاولت نشرح كل الحالات نتاع هذا الدرس في الفيديوهات هادو اللي راهم يظهروا أمامكم الآن في الشاشة. في الجزء الأول هذا اللي راه على اليسار بينت لكم فكرة عن هذا الدرس، ومديت لكم طريقة تحويل الجمل العادية وكل التغييرات اللي تبوها في الجمل. أما في الجزء الثاني تاع الدرس فراني شارح لكم طريقة تحويل الطلبات، الأوامر والأسئلة من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير مباشر. إذا حاولوا تتابعوا هذه الفيديوهات باش تفهموا هذا الدرس بطريقة جيدة. نبدأ بحل الجملة الأولى. He said we have a meeting today. We have a meeting today. هذه هي الجملة اللي راح نحولوها من الخطاب المباشر إلى الغير مباشر. في الإجابة فهمتكم كي تكون جملة عادية علامات الاقتباس رايحين نحذفو ونعوضوهم بكلمة that، وهذا هو الشيء اللي راهم دايرينه هما في الإجابة. He said that. الفعل هنايا اللي راه في البداية واللي أثرت لكم عليه الآن said. هذا الفعل راه in the past simple. كي يكون the reporting verb in the past simple رايح تحدث تغييرات كثيرة على الجملة تخص بعض الكلمات، بعض الضمائر، وحتى الأزمنة اللي في الجملة. أما إلا صبتوا هذا الفعل مكتوب in the present simple في المضارع، فما رايحش تكون هناك تغييرات في الجملة إلا في بعض الضمائر أو في بعض الكلمات. أما فيما يخص الأزمنة فراح تبقى هي. هنا بما أنه هذا الفعل راه in the past simple رايح يكون كاين تغييرات. تبعوا معايا هذه التغييرات. أول حاجة الفاعل نتاع الجملة we، هذاك الفاعل رايح يتغير. الضمير we يرجع لنا they، إذا نقوم بالكتابة نتاعه. وهذه التغييرات راني موضحهم لكم في الفيديو الأول نتاع reported speech واللي نصحتكم أنكم تشاهدوه. الآن التغيير راح يشمل كذلك الفعل. هنا الفعل اللي راه عندنا في الجملة have راه في المضارع the present simple. المضارع كي نحولو من الخطاب المباشر إلى الغير مباشر يرجع لنا past simple. So the present simple becomes past simple. إذا شفتوا التغير في الأزمنة. have هو عبارة عن فعل غير عادي. It's an irregular verb. كي نحولوه للماضي يرجع لنا had. وهنا نذكر التلاميذ اللي مازال ما حفظوا قائمة الأفعال The list of irregular verbs رايحين تحتاجوها بزاف في هذا الدرس، لأنكم كي رايحين تحولوا الأفعال من المضارع إلى الماضي إلا ما كانتش أفعال عادية وتتبع القاعدة تاع نزيدو لها أودي في الأخير رايحين تسببوا مشكلة إلا ما كنتوش حافظين هذيك القائمة. راح نخلي لكم الرابط نتاعها في صندوق الوصف. إذا هنا نكتبوا هاد. بعد ذلك أميتين هذيك العبارة تبقى هي ما راح يكون فيها أي تغيير. نكتبوها وتبقى لنا كلمة today في الآخر. هل نخليوها كما راها؟ لا، رايح يحدث فيها تغيير. كلمة today ترجع لنا that day. that day. إذا نكتبوها وهكذا تجينا الإجابة He said that they had a meeting that day. إذا في هذا الدرس هناك مجموعة من التغييرات تطرأ على الجملة تخص بعض الضمائر، تخص الأزمنة
وبعض الكلمات. عليكم تذكرها باش تقدروا تجاوبوا عن أي جملة يمدوها لكم. نمشيو الآن للجملة الثانية. Do you know my neighbor Susan? He asked her. هذه الجملة عبارة عن سؤال. It's a yes or no question. يعني سؤال الإجابة نتاعه هي نعم أو لا. كي يكون عندكم هذا النوع نتاع الأسئلة كيفاش رايحين ديروا؟ تبعوا معايا في الجواب واش راهم بادينا. He asked her. كي يكون عندكم هذا النوع تاع الأسئلة yes or no question رايحين تستخدموا كلمة if اللي تعني إذا. نكتبوها هي الأولى. He asked her if. نمشيو الآن للسؤال ونشوفوا الفاعل اللي راه فيه. الفاعل تما هو الضمير you, the pronoun you. هذا يو واش راح يرجع؟ رايح يرجع لنا الشيء. هنا علاش رديته الشيء؟ تبعوا معايا واش راهم كاتبيننا. He asked her يعني سألها هي. بما انهم راهم كاتبين تما her ما نقدرش نغير الضمير you لضمير اخر من غير شيء. اذا نكتبوها حنايا. بعد ذلك نمشيو نشوفوا الفعل تاع جملتنا. الفعل هو know. هذا الفعل راح نحولوه from the present simple to the past simple. من المضارع إلى الماضي. هذا كذلك فعل غير عادي. It's an irregular verb. The past simple is new. إذن هذا هو الماضي تاع هذا الفعل. وتلقاوه في the list of irregular verbs. نمشيو الآن لكلمة my. هذه الكلمة واش راح ترجع لنا؟ رايحة ترجع لنا his. هنا علاش رجعتنا his؟ بكل بساطة لأنه الضمير المستخدم في بداية الجملة هو هي، ومع هي تتمشى his. لو كانوا كاتبيننا مثلا في البداية الشيء ترجع لنا her. لو كانوا كاتبيننا ذاي ترجع لنا them. وكل هذه التغييرات راح نسيبهم في هذوك الفيديوهات راني شارحهم بالتفصيل. وتبقى لنا عبارة neighbor Susan. هذيك ما راح يحدث فيها حتى تغيير. نكتبوها بنفس الطريقة. وهكذا تجيكم الإجابة. He asked her if she knew his neighbor Susan. نفوت الآن للجملة الموالية. He asked can you help me. هذا عبارة عن سؤال yes or no question وفي نفس الوقت عبارة عن طلب it's a request. إذا هنا راح تكون هناك إجابتين. رايحين أولا نعتبره على شكل سؤال ونجاوبه بنفس الطريقة السابقة. بما أنه سؤال راح ندخلوا استخدام كلمة if نكتبوها. بعد ذلك راح نشوفوا الفاعل تاع جملتنا. الفاعل في الجملة هو you. you واش رايحة ترجع؟ رايحة ترجع لنا I. لماذا؟ لأنه في البداية راهم كاتبين he asked me يعني سألني أنا. بما أنه سألني أنا الضمير you راح يرجع لنا I. نكتبوها. بعد ذلك نمشيو لكان. كان هذيك رايحة تتحول لنا وترجع لنا كود. تفكروا باللي كان ترجع كود. نكتبوه. نمشيو نشوفوا الفعل اللي عندنا في الجملة اللي هو help. نكتبوه بنفس الطريقة بدون أي تغيير. لماذا هنا ما غيرناش الفعل؟ بكل بساطة بعد كود الفعل ينكتب بدون أي تغيير. إذا نكتبوه بنفس الطريقة. وأخيرا عندنا كلمة me. واش راح ترجع لنا؟ راح ترجع لنا him. إذا نكتبوه. وهكذا جاتنا الإجابة. He asked me if I could help him. إذا هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فراح نعتبروها على شكل طلب. كي نعتبروها على شكل طلب a request راح نستخدمو the preposition to. نكتبوها. بعد ذلك راح مباشرة تروحوا للفعل تاع الجملة اللي هو help. تكتبوه كيما راه بدون أي تغيير في الانفينيتيف. نكتبوه. So in here we use the verb with no change. لأنه بعد to الفعل يكتب بدون أي تغيير. We're going to use the stem. وآخر حاجة تكتبوها تمشيو لكلمة me وترجع لنا him. نكتبو him في آخر الجملة. وتجينا الإجابة He asked me to help him. إذا شفتوا بهذه الطريقتين نقدروا نجاوبوا عن هذه الجملة. آخر جملة في التطبيق نتاعنا Get off my site. The boss ordered him. هذه الجملة عبارة عن أمر. It's an order. كي يكون عندكم أمر في جملة مكتوب بهذه الطريقة راح تستخدموا the preposition to. نكتبوه. بعد ذلك تمشيو تشوفوا الفعل اللي راه عندكم في الجملة وتكتبوه بدون أي تغيير. So the verb
no change. واش هو الفعل اللي راه عندنا في الجملة؟ هو get off اللي يعني ابتعد، نكتبوه كيما راه بدون أي تغيير. عندنا كلمة my ترجع لنا his، نكتبوها، وتبقى لنا كلمة site نكتبوها بدون أي تغيير لأنه هذيك من الكلمات اللي ما يتغيروش. وتجينا الإجابة the boss ordered to get off his site. وبهذا نكونوا حلينا التطبيق الأول نتاعنا. ونذكركم بلي الفيديوهات هادو بزوج جد مهمين اللي حابين تفهموا هاد عني. Task 2. Derive adverbs from the adjectives between brackets. هنا طلبوا منا نستخرجوا les adverbs اللي نسميهم في العربية ظرف. هذا يعتبر درس من دروس هاد الوحدة. Adverbs of manner. أول حاجة واش هو الاستخدام نتاعهم؟ We use them in order to say how something happens. يعني نستخدموهم باش نقولوا كيفاش حاجة راح تصرى. مثلا كي تسمعني نقول لك he runs quickly يجري بسرعة، راني نوصف لك الطريقة نتاع الجري نتاعه بأنه يجري بسرعة. كي تسمعني قلت لك she speaks politely إنها تتحدث بلباقة، هنا راني نفهمك كيفاش راها تتحدث أو راني نفهمك كيفاش طريقة التحدث نتاعها. هاد لي زادفيرب نقدروا نستخرجوهم من الصفات from adjectives عن طريق إضافة the suffix ly، يعني رايحين نزيدوا للصفات الحرفين هادوك في الأخير ly باش نتحصلوا على الادفيرب، وأحيانا رايحين نزيدوا ely، وهذا في حالة ما إذا كانت الصفة تكمل ب y في الأخير رايحين نحذفوها ونزيدوا ely. ولكن هناك بعض الصفات اللي نقدروا نستخدموها بدون أي تغيير as adverbs of manner، واللي هما best, fast, hard, last, late, worse. هادو نستخدموهم كصفات and also adverbs of manner، ما يتغيروش هادوك. وعندنا مجموعة من الصفات الأخرى اللي كذلك ما يتغيروش. لماذا؟ لأنه أصلا فيهم ly في الآخر، واللي هما early, silly, ugly. هادو راكم تلاحظوا باللي فيهم ly في الآخر، إذا كي نحولوهم ل adverbs of manner ما رايحينش نزيدوا لهم ly، ما نقدروش نقولوا earlyly or sillily or uglily، راح الكلمة تجينا ثقيلة على النطق. إذا تفكروا هاد القواعد. نمشيو الآن للجمل نتاعنا، وهادوك الصفات اللي راهم بين قوسين رايحين نحولوهم ل adverbs of manner عن طريق تطبيق هذيك القاعدة أو نشوفوا إلا كانوا هما عبارة عن حالات خاصة. نبداو بأول جملة. Have I pronounced your name a gap correct? The adjective correct we're going to derive the adverb from it. واش قلنا نزيدو لهاد الادجكتيف باش نتحصلوا على adverbs of manner؟ نزيدو لها ly وتجينا الإجابة بهذه الطريقة correctly. Have I pronounced your name correctly؟ هذا كل ما في الأمر، ماشي حاجة كبيرة، فقط قاعدة وطبقناها. الجملة الثانية Jack often does his assignments a gap and we have the adjective precise. هنا نفس الشيء، الصفة هذيك نطبقوا عليها القاعدة، راح نزيدوا لها ly في الآخر وتجينا الإجابة بهذه الطريقة precisely. Jack often does his assignments precisely. إذا شفتوا ما راني ندير أي حاجة صعبة، راني فقط هذيك القاعدة اللي في الأسفل نطبقها. آخر جملة عندنا Sarah hates driving a gap and we have the adjective fast. هاد الصفة واش راح نديروا لها؟ هل راح نطبقوا لها القاعدة ونقولوا fastly؟ No, that's incorrect. لماذا؟ لأنه fast هي من الصفات اللي ما تتغيرش، نستخدموها كصفة وفي نفس الوقت نستخدموها as an adverb of manner، يعني نخليوها كيما راها Sarah hates driving fast. وهذه هي الحاجة اللي لازمكم تتفكروها، لأنه إلا مدلكم الأستاذ صفة من الصفات اللي راني كاتبهم في الأسفل بالأحمر ما تغيروهمش، خليوهم كيما راهم. نفوتوا الآن للتطبيق الثالث. Task 3. Complete the following table. أكمل الجدول الموالي. في الجدول هنايا راه عندنا noun اسم and we have two adjectives، عندنا صفتين اثنتين. الصفة الأولى تكمل بفول والصفة الثانية تكمل بلاس. هذا درس من دروس هاد السنة اللي هو suffixes full and less، اللواحق full و less.
هادوك مجموعة من الأحرف تضاف في أواخر الأسماء لنتحصل على صفتين متضادتين. تبعوا معي في الأسفل. عندنا كلمة harm اللي تعني الأذى، كي نضيفوا لهذا السافكس full ترجع لنا صفة harmful مؤذي، وكي نضيفوا لهذا السافكس less ترجع لنا صفة harmless غير مؤذي. وهذوك الصفتين harmful and harmless هما صفتين متضادتين. They are opposites. إذا حنا في الجدول راح نقراو الكلمة اللي مادينها لنا سواء كانت اسم أو صفة ونستخرجوا البقية منها. نبداو بالسطر الأول. راهم مادينا دي adjective hopeless، راهم مادينا هذيك الصفة اللي فيها هذا السافكس less. كي نحذفوا هذاك السافكس less نتحصلوا على اسم hope اللي يعني الأمل. نكتبوه. هذاك الاسم كي نزيدوا لهذا السافكس full نتحصلوا على صفة hopeful واللي يعني متفائل. إذا من كلمة hope استخرجنا صفتين متضادتين اللي هما hopeful and hopeless عن طريق إضافة suffixes full and less. ننتقلوا للمثال الموالي. عندنا كلمة care. هذه الكلمة نقدروا نضيفوا لهذا السافكس full ونتحصلوا على صفة careful اللي تعني حذر، ونقدروا كذلك نضيفوا لهذا السافكس less ونتحصلوا على كلمة careless اللي تعني غير حذر. إذا شفتوا صفتين متضادتين قدرنا نجبدوهم من كلمة عن طريق إضافة the suffix full and less. ننتقل الآن للمثال الثالث. عندنا صفة beautiful. beautiful هاد الصفة هنايا نقدروا نحذفوا منها the suffix full ونتحصلوا على كلمة beauty، لكن هنايا حذاري، كلمة beauty ما تنكتبش بإي في الآخر وإنما تنكتب بإيغراك. كي تكون عندكم كلمة تكمل بإيغراك وهذيك الإيغراك ننطقوها كيما إي، هنا قلنا beauty، كي نزيدو لهذا السافكس فول هذيك الإيغراك نحذفوها ونكتبو بلاصتها إي. إذا هنا هاد الكلمة beauty هل نقدروا نضيفو لهذا السافكس less ونقولو beautyless؟ No we can't. هنا ما نقدروش. هاد الكلمة يتمشى فقط معها the suffix full، ما يتمشاش مع هذا السافكس less. وهذه ملاحظة لازمكم تتفكروها مليح. هناك بعض الكلمات اللي يتمشى معهم suffix واحد، وهناك بعض الكلمات اللي يتمشى معهم إما full أو less، ما يتمشاوش معهم بزوج. مثلا كلمة beauty هنايا يتمشى معها full ونقولوا beautiful، بصح less ما نقدرش نستخدموها معها ونقولوا beautyless. الكلمة الأخيرة worth. هاد الكلمة هل نقدروا نضيفوا لهذا السافكس full ونقولوا worthful؟ لا ما نقدروش. في هذه الحالة هاد الكلمة ما يتمشاش مع هذا السافكس full، يتمشى معها فقط the suffix less ونقولوا worthless واللي تعني عديم القيمة أو تافه. إذا حاولوا تتفكروا مليح بأنه هناك مجموعة من الكلمات يتمشوا معهم the suffixes full and less، هناك مجموعة أخرى يتمشى معها فقط the suffix full، وهناك مجموعة من الكلمات يتمشى فقط مع هذا السافكس less. وفي هذا الجدول اللي راه يظهر أمامكم الآن على الشاشة زدت لكم بعض الأمثلة الأخرى، حاولوا تطلعوا عليهم، وخصوصا الحالات الخاصة نتاع الكلمات اللي يرفدوا سافكس واحد فقط إما full أو less. التطبيق الرابع Task 4. Classify these words according to the pronunciation of their final s. صنف الكلمات حسب نطق الآس الموجودة في الآخر. الآس اللي توجد في آخر الكلمات نقدر ننطقها إما as se, the or is. هذه هي ثلاثة أشكال الممكنة للنطق نتاع الفاينل آس. واش هي الحاجة اللي تحدد لنا النطق نتاع الفاينل آس؟ هي الحرف الموجود قبلها وطريقة النطق نتاعه. تبعوا معايا الآن الكلمات رايح نقراهم لكم ونقوم بحل التطبيق في نفس الوقت. أول كلمة reporters. reporters هاد الكلمة الأس اللي فيها نطقناها as. لماذا؟ لأنه قبلها راه عندنا حرف آغ. كي يكون عندكم آغ بعده آس فالآس هذيك راح تنطقوها as. الكلمة الموالية informants. informants هاد الكلمة الأس اللي فيها نطقتها as بكل بساطة لأنه قبلها راه عندنا حرف تي. كي يكون كاين تي قبل الآس نطقوها as. الكلمة الموالية
samples samples. في هذه الكلمة قبل ال ES اللي في الأخير راه عندنا the letter L. هنا في هذه الحالة راه عندنا حرف L قبل الفاينل ES. كي يكون عندكم كلمة تكمل ب LES في الفاينل S تنطقوها as. هنا قلنا samples. الكلمة الموالية witnesses witnesses. كي تكون عندكم كلمة تكمل بنفس الطريقة SES ترفدوها بشكل مباشر وتحطوها with the pronunciation is. الآن عندنا كلمة surveys surveys. الفاينل S هنا ينطقناها as. لماذا؟ لأنه قبلها راه عندنا حرف إيغاك. الكلمة ما قبل الأخيرة studies studies. هاد الكلمة العديد منكم كيسمعها يحطها مباشرة with the pronunciation is لأنه قلنا studies، لكن هذا خطأ. هذه الكلمة نحطها with the pronunciation z لأنه هذه الكلمة تكمل ب EES. كي تكون عندكم كلمة تكمل ب EES بنفس الطريقة هذه فترفدوها وتحطوها with the pronunciation z. وآخر كلمة graphs graphs. الأس هنا ينطقتها اس. لماذا؟ لأنه قبلها راه عندنا PH وهذيك PH نطقناها كيما حرف الفاء قلنا ف graphs. كي يكون عندكم the sound ف before the final S فتنطقوها اس. وبهذا نكونوا حلين هذا التطبيق. وفي الصورة هذه اللي راح تظهر أمامكم الآن على الشاشة راه عندكم كل القواعد الخاصة بهذا الدرس مع العديد من الأمثلة. تقدروا ديروا لها كابتشر ديكرون وتخليوها عندكم أو راح نسيبوها في رابط الحل اللي راح نخليه لكم في صندوق الوصف. بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. نتمنى أنه كان مفهوم وتكونوا استفدتوا، وراح نخلي لكم كل الروابط اللي تحتاجوهم في صندوق الوصف. نذكركم في الآخر كالعادة بالضغط على زر الاشتراك ومتابعة القناة، وما تنساوش تبارطاجوا هذا الفيديو مع الزملاء نتاعكم باش تعمل فائدة للجميع. نشكركم على حسن المتابعة. Thank you guys for watching and see you next time. Goodbye.